في قوات جبهة الأكراد. في اليوم الأربعاء مصادف 6/9/2023 تم شن هجوم من قبل مرتزقة الاحتلال التركي على قرية البوغاز والبويهج في ريف مدينة منبج الغربي، حيث بدأ الهجوم بقصف عشوائي من قبل مرتزقة الاحتلال التركي بقذائف الهاون ومراجمات الصواريخ والمدفعية على القرى الآهلة بالسكان. وبدأ الاقتحام البري من قبل المرتزقة حوالي الساعة 10 صباحا، حيث تصدت لهم قواتنا قوات جبهة الأكراد ببطولة وشجاعة. تم الاشتباك مع مرتزقة الاحتلال التركي وصد هجومهم، وتم اغتنام بعض من الأسلحة منهم مثل 5 بواريد كلاشينكوف وسلاحين BKC وRPG وطائرة درون وقبضة وبعض من الذخائر، وتم إعطاب آليتين عسكريتين على خط الجبهات، وتم قتل 15 مرتزق منهم وجرح الكثير منهم، وتم رفاقنا سحبوا جثتين للمرتزق. نحن في قوات سوريا الديمقراطية على أهبة الاستعداد دائما وجاهزون لصد أي هجوم من قبل أي مرتزقة وإرهابيين على مناطقنا، ونعاهد شعبنا بالسير على خطى شهدائنا حتى آخر قطرة من دمائنا.